كنت عملت فيديو عن المطلقة أو الأرملة وإن من حقها في الحياة إنها تتجوز مرة تانية. فحد كتب لي في كومنت عندي في الفيديو إنه هي ربت ابنها لحد ما كبر، وهي كان اتطلقت وهي في العشرينات، في أوائل العشرينات، وعاشت لغاية ما ابنها كبر واتخرج من الجامعة وغيره، وبعد كده اتقدم لها حد وحد مناسب جدا وطلبها للجواز. وبعد ما ابنها خلاص استقل بحياته وكبر وبقى راجل، رفض تماما انها تتجوز وقطعها لمدة سنتين لغاية دلوقتي عشان خاطر هي قررت انها تتجوز. وهو ده بقى اللي انا كنت بتكلم فيه في الفيديو اللي فات، انه حبوا ولادكم وكل حاجة وادوهم اللي انتوا عايزينه، لكن ما تحسسوش ولادكم ابدا ان انتوا ملكية خاصة ليهم. انت لازم تفهمي ابنك او بنتك ان انتوا ليكوا حق في الحياة، وان من حقكم ان انتوا تكملوا حياتكم بدون ما يكون في اهمال ليهم او ظلم ليهم. لكن برضو ما تظلموش نفسكم. محدش يدفن حياته عشان حد، ولا عشان اولاد، ولا عشان غيره. حافظوا على اولادكم، لكن ما تنسوش نفسكم ان النفس ليها حق. السلام عليكم.